لو حضرتك ان شاء الله باذن ربنا تعالى حليت 5 امتحانات بنفس الاسلوب ده وذاكرتهم بنفس الطريقه ديت، باذن ربنا تعالى انا اضمن لحضرتك الدرجه النهائيه. اصل احنا مش بنحل الامتحان، احنا بنذاكر الامتحان وبنعرف ايه الاستفاده من الامتحان. يلا مش هضيع وقتك، وصلنا دلوقتي للامتحان الخامس، محافظه الشرقيه. محافظه الشرقيه دوت عايز اعلم حضرتك حاجه. في عندي حاجه اسمها كانت ووك. كانت ووك انا مش هقدر، اللي انا ما بيقدرش يمشي، يعني شخص معاق can't walk، يبقى اكيد الشخص المعاق ده use wheel chair، هيستخدم اللي هو الكرسي المتحرك، اللي هو الكرسي بعجل، عشان هو can't walk، انسان اصلا ما ليس لديه القدره ان هو يمشي. هو انت بقى حافظ ان can't walk لا يستطيع المشي؟ هو انت حافظ wheel chair يعني كرسي متحرك؟ هو انت حضرتك عارف ان camels معناها الجمال have لديها flat feet؟ الجمال يا مستر يحيى لديها flat feet. يعني ايه يا مستر يحيى الجمال لديها flat feet؟ camels have flat feet يعني الجمال يا مستر يحيى لديها رجل مسطحة، رجل مستوية. رجل يا مستر يحيى ايه؟ مستوية. يبقى camels الجمال have flat feet يعني رجل مسطحة مستوية. They work on a tourist boat on the Nile. خد بالك ان هم شغالين في tourist على tourist port. tourist boat. a tourist boat يعني قارب سياحي. هو القارب السياحي ده يا مستر يحيى فين؟ on the Nile. on the Nile ده في النيل. يبقى work on يعمل على a tourist boat. خد بالك من الجملة دي، a tourist boat قارب سياحي. طيب هو انت عارف ان لا قدر الله ممكن الواحد لما يستخدم ان ايد ويت هاند، ايد مبتلة، يجيله عندي حاجة اسمها electrical shock. electrical shock معناها صدمة كهربائية. انت حافظ الحتة ديت ولا مش حافظها؟ electrical shock. ماشي. هو انت عارف ان كلمة lovely new apartment يعني شقة جديدة جميلة؟ يبقى apartment يعني شقة، نيو يعني جديدة، lovely يعني جميلة. lovely new apartment معناها شقة جديدة جميلة. طب ما طالما هي lovely يبقى هي ايه؟ يبقى it's fantastic. lovely يعني جميلة. جميلة اعرفها عشان تدخل الامتحان تقفل لي الامتحان. lovely معناها يا مستر يحيى fantastic، معناها حاجة رائعة. برافو عليك. the living room احنا عندنا يا مستر يحيى، خد بالك من الجمله ديت، living room يعني حجره نوم. living room حجره معيشه with balcony ببلكونه. يبقى احنا عندنا يا مستر يحيى الليفنج روم بتاعتنا، حجره المعيشه بتاعتنا with balcony ببلكونه. انا عندي يا مستر يحيى البيد روم with balcony، ان حجرة النوم بتاعت البلكونة with balcony. living room with balcony. مهمة جدا الحاجات دي يا حبايبي. طيب هو حضرتك عشان تستفيد من الامتحان انت عارف يعني ايه bedroom؟ bedroom ديت معناها اوضه النوم، صح؟ هي غرفه النوم ده انا بستخدمها ليه؟ انا بستخدم البيدروم عشان حضرتك احفظ، عشان ريلاكس، استرخى واستريح فيها and do my homework واعمل الواجب بتاعي. يبقى انا عندي bedroom يعني حجره النوم، انا بستخدم حجره النوم عشان اعمل يا مستر يحيى ريلاكس، استريح and do my homework واعمل الواجب بتاعي. طب انت عارف ان delicious معناها لذيذ، لذيذ معناها نايس. في عندي يا مستر يحيى حاجه بسميها delicious معناها لذيذ. يعني ايه لذيذ يا مستر يحيى؟ لذيذ معناها نايس. معناها ايه؟ نايس. هو انت حضرتك يا مستر يحيى عارف ان كلمه وير معناها اين؟ بسأل بيها عن المكان. فلما يديك وير في القطعة لازم في الإجابة تحط مكان. مكان زي سكول كيتشن يعني مطبخ المدرسة. هو انت التعبيرات دي انت حافظها؟ متأكد قبل تدخل الامتحان؟ انت عارف ان in front of دي معناها امام، اسمها in front of معناها امام. انت عارف مهمة in front of
in of احط front. انت عارف ان next بتيجي معاها to. next to معناها بجوار. حافظها كويس ان اسمها next to. اسمها next to. انت عارف ان between معناها بين، وبتوين لازم تيجي بين حاجتين. فلما الاقي and اجري اختار between، ولما الاقي between اختار and. يبقى لما الاقي between اختار and. طب ولما الاقي and اختار between. يبقى انا عندي كام حاجه؟ 3 حاجات. in front of مهمه. next to مش هعرف احل يا مستر يحيى محافظه الشرقيه وانا مش حافظ ان in front of معناها امام، وانا مش حافظ ان next to معناها بجوار. between and between ايه؟ and. خد بالك لما اجي اقارن بين اتنين والصفه طويله، صفه طويله احط قبل الصفه more وبعديها than. more صفه than اسمها مستر يحيى more صفه than. الاسئله بتتكرر في الامتحان. more صفه than، more dangerous than اكثر خطوره من، more famous than more helpful than. احنا قلناها كتير ان but معناها لكن بيجي قبلها قامة بتدل عندي على التناقض لما استخدمها عشان اربط جملتين متناقضتين. لما قلت مستر يحيى رجليه وجعاه ولكن عايز يروح يلعب كورة، my legs hurt but I wanna to play football. ازاي يا مستر يحيى انت رجلك وجعاك وعايز تلعب كوره؟ ايه التناقض ده؟ في تناقض؟ حط بط. هعرفها في الامتحان من القمه. وخد بالك ان في اند معناها وان اند اللي هي معناها انا بستخدمها عشان اربط جملتين متشابهتين. ودايما لو قال لي بط احط اند احط ايه بط، بس برضو معتمد على فهم الجمله. مستر يحيى انا عايز بقى ابدا احل الامتحان بقى بتاع محافظه الايه الشرقيه. بجد انت شوقتني للامتحان دوت. اصل انا ذاكرته. انا قبل ما احل الامتحان لازم اذاكر اول 5 امتحانات. اصل انا عايز اقفل في الامتحان يا مستر يحيى باذن الله. تعالى يا باشا. اول سؤال قلنا الاستماع، ان المستر هيدخل كده معاه ورقه صغيره، وانا انصح حضرتك اللي انت لما المستر يدخل ما تبصش للمستر، بص للورقه واسمع المستر كويس جدا. يعني بص على الورقه الاجابه بتاعتك عشان تعرف تختار. ودنك مع المستر، يبقى ودنك مع المستر، عينك مع الاسئله عشان تختار. هبص للمستر اختار ازاي بالله عليك؟ تعالى يلا حبايبي، سؤال سهل وجميل. ادخل على سؤال الاختيارات. ايه كانت ووك؟ طالما قال لي مستر يحيى قال لي كانت ووك يبقى ويل تشير، كرسي متحرك على طول. camels have الجمال عندها فلات فيت يعني قدم مسطحة عشان تعرف تمشي في الصحراء. فلات فيت. طيب they work on a tourist، هو بيعمل on a tourist boat على قارب سياحي on the Nile. ده لسه مستر يحيى محفظ لي الكلام ده دلوقتي. شوف سهلة tourist boat. ايوه كده. electrical يا مستر يحيى electrical shock يعني صدمة كهربائية. سهله جدا يا مستر يحيى. طيب تعالى بقى يا مستر، ده ايه ده بقت سهله جدا يا مستر بجد والله العظيم. من ساعه ما انا بدات اذاكر الامتحان ده وانا حاسس ان الطريقه بقت جميله جدا. تعالى لي لسه يا باشا، لسه باذن ربنا. تعالى look at my lovely new apartment. بص كده للشقه بتاعتي الجميله. it's not هي شقه جميله، يبقى it's fantastic دي رائعه. It's fantastic رائعة. My favorite room is the living room. الحجرة المفضلة بتاعتي هي living room حجرة المعيشة. قلت living room with ايه؟ سامع الناس بيقول لي balcony، يبقى حجرة المعيشة بالبلكونة جميلة. that I can see اقدر ان انا اشوف من البلكونة دي the whole street، اقدر اشوف كل الشارع. the whole street كل الشارع. My sister loves her bedroom. اختي بتحب حجرة النوم بتاعتها because she can هي بتقدر في حجرة النوم بقدر اعمل عندي حاجة اسمها relax. فريلاكس اقدر اللي انا استريح. يبقى loves يبقى because she can. انا ليه بتحب يا بنتي bedroom؟ عشان بقدر اعمل relax. وكمان قلناها do my homework صح؟ طيب تعالوا كده بقى حبايبي نشوف السؤال بتاع القطعة الجميل. طيب
هنا the text is about، القطعة بتتكلم عن ايه؟ لو انا كده بصيت يا حبايبي كده للسؤال بتاع القطعة، هلاقي القطعة بتتكلم على كوك، بتتكلم عندي على كيتشن، بتتكلم عندي على لانش، بتتكلم عندي على بيف برجر، بتتكلم عندي على ساندويتشز، بتتكلم عندي على باي فطيرة، بتتكلم عندي على ديليجيوس ميل وجبات. ايه ده؟ يبقى القطعة بتتكلم على الفود، فود يعني الطعام الجميل. the text is about food. هنا بيقول لي delicious، يعني ايه يا مستر يحيى delicious؟ delicious يعني لذيذ. عارف لذيذ يعني ايه؟ كلمة لذيذ معناها نايس. ما هو اكيد مش dangerous خطيرة، اكيد مش harmful مضرة، اكيد مش bad. يبقى delicious يعني نايس. خلاص. وير تعالى يا مستر يحيى، ان في الامتحان لما يديني وير معناها اين، انا بسأل بيها عن المكان. وير يعني اين، بسأل بيها عن المكان. where does Mrs. Hannah work؟ where دي يعني اين. Mrs. Hannah هو انت شغالة فين؟ تعالى كده يا جميل اهي she works، بص she works in a school kitchen. شغالة فين؟ a school kitchen. يبقى شغالة يا مستر يحيى، يبقى هي شغالة في a school kitchen. يبقى المكان يبقى مطبخ المدرسة، صح يا مستر يحيى؟ طيب ماشي، جميلة وسهلة، ما فيهاش أي مشكلة يا عم يحيى. طيب what is Mrs. Hannah cooking today at home؟ هي هتطبخ ايه النهارده في البيت؟ هتطبخ ايه؟ تعالوا كده معايا كده نشوف هتطبخ ايه. يا مستر يحيى هتطبخ، يبقى she، بص اخر حته اهي اخر بيقول ايه؟ she is making an apple pie. طب عرفت منين بقى؟ she is at home في البيت. هو بيقول لي هتطبخ ايه في البيت؟ قال لي في الهوم النهارده today. يا نهار ابيض، ده السؤال من القطعه يا مستر يحيى، ده انا ما بجيبش حاجه من دماغي. ادي today وادي home، يبقى اقول she is making an apple pie. يبقى she is making، يبقى انا هكتب، انا بنقل من القطعه يا حبايبي. هقول له she is making an apple pie. هتعمل لنا فطير التفاح. تسلم ايديكي. هتعملي ايه؟ ابل باي. طيب ماشي يا مستر يحيى. عندي mountains، بالراحه كده يا مستر يحيى. السؤال ده كده هو الراجل عايزني فيه اللي انا اصحح الاخطاء، صح؟ يعني السؤال ده كده عايزني انا اصحح الايه؟ اخطاء. هنا بيقول لي ذات mountains، هي mountains اخرها ايه؟ اخرها اس. يعني مفرد ولا جمع؟ يعني جمع. يعني هتاخد ذات ولا هتاخد زوز؟ هتاخد زوز. طب ليه حطيت زوز؟ عشان ذات للمفرد البعيد. يبقى عايز يا مستر يحيى الجمع البعيد. الجمع الايه؟ البعيد. يبقى هقول those mountains، صح يا مستر يحيى؟ the trees are above of the apartment. في عندي of، ايه ده مستر يحيى؟ قال لي اسمها in front of، امام. عشان طالما حاطط لي of احط in front of، قلناها صح؟ ماشي. lions are dangerous than، طالما في than يبقى احط عندي more، عشان more صفة than. تاني، طالما في than والصفة طويلة احط more. قولها تاني، طالما في than والصفة طويلة احط ايه؟ more. ايه ده؟ هنا في عندي and وفي عندي هنا كما، يبقى الجملة فيها تناقض، يبقى احط but. طب ليه؟ he can speak English but he can't speak French. بيعرف يتكلم English ولكن ما بيعرفش يتكلم French، اللغة الفرنسية. يبقى في كما وفي and، اشيل and واحط but. السؤال بالهدية اللي بيقول لي اتفضل درجات، اول الجملة احط الحرف بتاعي كابيتال. لو هو سؤال احط في الاخر علامة الاستفهام. جملة عادية احط في الاخر فول ستوب. طبعا متعودين Egyptian food يعني الاكل المصري. يحيى المصري التعليمية كاتب لك كل البراجرافات بطريقة جميلة. ادخل على قناتي بس، يحيى المصري التعليمية. اوكي يا اوكي. اللي يركز معايا وحل معايا الخمس امتحانات دولت وذاكرهم بفضل ربنا تعالى هيقفل الامتحانات. اوكي.